السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة حدوتة جديدة، ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. زيزي البطة كانت حنونة وبتحب تقضي وقت مع أصحابها، وكانت على طول بتعمل لهم مفاجآت كتيرة وكل الحيوانات بتحبها. وفي يوم زيزي البطة عرفت إن صاحبها الضفدع زعلان، لكن ما تعرفش ليه. وقتها خرجت من بيتها وراحت له بيته عشان تشوف ماله وتسأل وتطمن عليه. لكن الضفدع كوكو ما كانش عاوز يتكلم وكان حزين جدا، وزيزي زعلت علشانه، فقررت تعمل له مفاجأة مع باقي أصحابها، يمكن وقتها تقدر تبسطه وتساعده. زيزي جمعت أصحابها تاني يوم الصبح وراحوا لبيت كوكو ونادوه يطلع لهم. ولما خرج لقاهم وزيزي كان معاها أكل كتير، قررت يومها تعزمهم كلهم. أخدتهم وراحوا عند البحيرة وفرشوا الأكل، وكوكو ما كانش متحمس للفكرة كلها، لكن زيزي قالت له يسيب نفسه وهم هيبسطوه، والقعدة دي أكيد كوكو هيحبها. لكن بعد شوية وهم بياكلوا جت عاصفة وطيرت الحاجات من حواليهم. كوكو بدأ يتضايق أكتر وقال لهم إنه ما كانش عاوز يخرج من الأول وكان متضايق منهم. وبعد ما قال كلامه كوكو مشى وساب كل أصحابه اللي كانوا بيحاولوا يفرحوه. كلهم كانوا متضايقين لأنهم ما قدروش يخلوه مبسوط ولا من حزنه يخرجوه. من بعيد كان شايف الموقف الفيل وقرر يروح لكوكو عشان يتكلم معاه. ولما وصل عند بيته خبط عليه وقال له انه محتاج يقعد شوية بره وياه. كوكو ما كانش عاوز يتكلم، لكنه بيحترم الفيل جدا لانه حكيم وسنه كبير. قرر يقعد معاه وبدأ الفيل يكلمه عن موقفه مع أصحابه وإنه غلط معاهم كتير. الفيل قاله إن كل نواياهم من أول اليوم إنهم يخلوه مبسوط شوية، لكنه كان مكشر في وشهم ومش راضي يتكلم ولا يجبر خاطرهم بأي طريقة. وده موقف مش لطيف لأنهم عملوا كل حاجة علشانه هو ولأنهم بيحبوه جدا، وبالرغم من كده كانوا زعلانين لما مشي عشان هو لسه زعلان، وما قدروش إن هما يخرجوه من الحالة اللي هو فيها، وما زعلوش منه أبدا. كوكو حس إنه مكسوف ومش عارف يعمل إيه لأنه كان قليل الذوق مع أصحابه. لكن الفيل قاله يروح لهم ويعتذر عن طريقته ويقضي معاهم باقي يومه. وفعلا كوكو عمل كده ورجع عند أصحابه اللي كانوا لسه قاعدين عند البحيرة، وفي الأول اعتذر لهم وبعدين شكرهم على محاولتهم إنهم يخلوه يحس بالسعادة. أصحابه نسيوا الموقف وقضوا باقي يومهم مع كوكو مبسوطين جدا. وزيزي البطة كانت فرحانة عشان قدرت تفرح أصحابها وقدرت تفرح صاحبها كوكو أخيرا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتكم الحدوتة اضغطوا اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تعملولي فولو واستنوني في حدوتة جديدة كل يوم. وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.